اللي انا هعرضه ده اثبات على ان زكريا بطرس كذاب بالختم. تفسير البيضاوي: قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يأولوه تأويله فيفسرونه. بصوا عشان تعرفوا بيكذب ومش عارف يكذب يعني. طب غير الكلام اللي على البورد اللي انت عارضه طيب. فيفسرونه بما يشتهون. يعني الناس دول بس هم اللي بيميلوا وبيأولوا الكلام عن القصد اللي ربنا نزله في الآية مش في النص. تعالوا بقى نرجع لتفسير الإمام البيضاوي. يسمعون كلام الله يعني التوراة ثم يحرفونه. هو هنا راح عامل نقط، هو هنا يحرفونه نقط. شال ايه زكريا؟ كنعت محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام البيضاوي بيقول ان انتوا شلتوا النبي صلى الله عليه وسلم من توراتكم من كتبكم يا زكريا. السؤال اللي بيطرح بلح، هو للدرجة دي زكريا على يقين ان مفيش واحد مسيحي هيراجع التفسير ويجي يقول له يا كذاب بطل كذب؟ يا كذاب بتشيل من التفسير، بتعرض سورة الغلاف، تمام، سورة الغلاف ازيك عاملة ايه، وتيجي تعرض متن الكلام. ما بتعرضش الصورة ليه من الكتاب نفسه؟ صورة من الكتاب ده موجود PDF على النت تقدر تجيبه. ما بتعرضوش ليه؟ بتكتبه بايدك ليه؟ بتحط نقط على الكلام اللي انت مش عايز تعرضه للنصارى ليه؟